السلام عليكم. هذه القصة مترجمة من الإنجليزية. أسرار الغابة المظلمة. كانوا 4 ديال الأصحاب قرروا يديروا رحلة تخييم في واحد الغابة بعيدة بزاف. الناس اللي ساكنين حداها كيعرفوها باسم غابة الأرواح، كيقولوا عليها أنها غابة مسكونة، ولكن كل واحد كيدخل ليها ما كانش كيرجع. هاد الصحاب كانوا كيحبوا المغامرات، وكل واحد عنده شخصية مختلفة. أميرة كانت هي البنت القوية فيهم، وما كتعرفش شي حاجة سميتها الخوف، كتحب الغموض والاستكشاف. بسام شخص كيحب الهدوء وتجنب المشاكل، ولكن صداقته ووفائه كيخليوه يمشي مع صحابه إلى أخطر المواقف. ريم حساسة بزاف، عندها حاسة قوية وكأنها تحس بالخطر قبل ما يوقع، وعندها فضول كبير تعرف سر هاد الغابة. كريم هو المتهور ديال هاد الفرقة، كيشوف أن هاد الحكاية اللي كتعاود على هاد الغابة مجرد خرافات وميمكنش يكون هاد الشي صحيح. نهار الجمعة كل واحد منهم جاب حوايج باش يقضيو 3 أيام في هاد الغابة هادي. في طريقهم للغابة الجو كان مضبب وواعر، وأميرة بدات تهضر باش تنقص عليهم من الخوف. قالت عارفين هاد الغابة هادي كيقولوا عليها قديمة بزاف، شحال من واحد قال أنها خطيرة. جاوبها بسام حتى أنا سمعت هاد الشي. ريم قالت بحماسة وخوف مخلوطين، أنا شوية خايفة ولكن متحمسة نعرف السر ديال هاد الغابة هادي. ومن بعد ما تبادلوا الهضرة وصلوا للغابة، بدا كل واحد كيرتب حوايجو كيبني الطونط ديالو، ولكن كلشي كان غريب. الجو كان بارد وسط الغابة، داكشي علاش جاتهم في شكل حيت هما في عطلة ديال الصيف، وحسوا كأن شي حد تابعهم وكيراقبهم. كريم اللي كان ديما متهور بدا كيشوف يمين وشمال وما مطمئنش. ريم لاحظت هادشي وقالت ليه كريم مالك شنو كاين، علاش كتلفت يمين وشمال؟ جاوبها وهو مبتسم انا ما خايفش، ولكن هذا المكان ما عجبنيش. واخا هاد الجو الغريب والاحاسيس المريبه اللي كيحسوا بها دوزو نهار مزيان. كانوا كيهضروا على طفولتهم واحلامهم الصبيانيه، وكانوا كيضحكوا واحد شويه. وسط هاد الحديث اللي داير بيناتهم والضحك اللي كيضحكوه سمعوا واحد الصوت من بعيد، كان غواط ديال شي بنت. بسام وقف وقال لهم واش سمعتوا هادشي اللي سمعت؟ جاوبوا كريم حتى انا سمعت بحال شي بنت كتغوط. ريم قالت منين جاي هاد الصوت؟ شويه حبس الصوت، بقاو ساكتين حتى بداو كيسمعوا غواط جديد بحال ديال النساء وسط شي سوق. واستمر 2 ديال الدقائق مع الرياح اللي تبعات وجايبه معها الغبره. الجو ولا مرعب، ولكن أميرة كانت متحمسة وقالت لهم يلا نمشيو ونشوفوا اش واقع هناك. بسام رفض وقال لا راه هادشي كيبان ليا فيه خطر، ما غاديش نمشيو حتى لشي بلاصه. ملي جا الليل رجعوا للبلاصه فين داروا خيامهم، كل واحد دخل لخيمته باش ينعس. ريم كانت غارقة في نعاسها، ولكن ملي ضربت على الفيقة في وسط الليل سمعت صوت ديال الضحك والتقشاب، وملي تبرزطات ناضت مع الصبا وفتحت للطونط ديالها وخرجت راسها وقالت لهم واش غاتسكتوا ولا لا، انا راه باغيه نعس. ولكن ملي هضرت معاهم بهذه الطريقه كلشي سكت وبدا كيشوف فيها بطريقه غريبه. ريم رجعت للنعاس ولكن كانت معصبه بزاف. في الصباح بدا كلشي كيعاود كيفاش داز اول ليله. ريم قالت للشباب ما خليتوناش ننعسوا البارح، حشومه عليكم. كريم جاوبها واش كتضحكي عليا؟ زعما ملي ما جيتش عندكم قلتي هكا؟ انا اللي شفتكم شاعلين العافيه وكتاكلوا في الشوا وكتضحكوا، ولكن ما قدرتش نجي عندكم حيت فيا النعاس. اميره قالت اش كتقولوا نتوما؟ انا ما تحركت من بلاصتي البارح الليل كامل، كلشي بقى كيتعجب وكيشوف شي فشي. سؤال واحد كان تيطرح في الاذهان ديالهم كاملين، ايوا شكون هادوك اللي شاعلين العافيه حدانا وكيهضروا البارح؟ بسام بدا كيتوتر وقال خاصنا نخرجوا من هنا، راه هادشي ماشي طبيعي. ولكن ريم اللي كان ديما عندها فضول قالت لا خاصنا نعرفوا شنو كاين ونرجعوا باش نحكيو للناس في المدينه. شويه كريم بدا كيقول واش كتشوفوا هادشي اللي كنشوف؟ قالوا ليه اشنو؟ قال ليهم ورا ديك الشجره كاين واحد الراجل لابس الكحل وكيشوف فينا. بسام قال ليه فين؟ ما كاين حتى شي حد. كريم قال انا شايفه راه كيمشي دابا وعاطينا بالظهر. كل شيء خاف. ولكن ريم قالت
خليونا نبدلو هاد البلاصه هادي حيت المال اللي عندنا قليل، ومن بعد نشوفوا شنو غادي نديرو. ولكن اللي ما عارفينش هاد الاصدقاء باللي قصد هاد الغابه هادي واللعنه اللي فيها يلاه بدات. واش غادي يكملوا الرحله ولا غادي يكتشفوا الاسرار المرعبه؟ هادشي اللي غادي نعرفوا في القصه الجايه ان شاء الله. والسلام. غابه الارواح.